خوتي المغاربه اهلا وسهلا. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم معكم على قضيه حميد المهداوي. حميد المهداوي الاخوان والمتابعه اللي في الحق ديالو. كتعرفوا بان الاخوان وبزاف ديال الناس كيقول بان ربما فهذه كانت يعني مديوره لحميد المهداوي من قبل، او ربما تصفيه حسابات، وعاد اليوم ناضوا كيصفيو الحسابات مع هذا الشيء الاخوان اللي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو، وغادي تعرفوا على الحقيقه. فنحن هنا غادي نحاولوا ننشر معكم جميع ما يروج عبر مواقع التواصل في اطار كتنوير الراي العام بخصوص هذه القضيه هذه اللي كتعرف واحد الجدال اللي هو كبير. بزاف ديال الناس كيسولوا على قضيه حميد المهداوي، اشنو وقع في قضيه حميد المهداوي، واش غادي يكون بان المحاكمه ديالو، واش ما غاديش تكون المحاكمه ديالو، واش غادي يتابع في حاله صراع. فهذا الشيء كيبقى طبقا للقانون، ولكن اليوم غادي نحاول نشر معكم جميع التفاصيل اللي هي كتروج في قضيه حميد المهداوي، واللي بزاف ديال الاخوان والاخوات خاصهم يعرفوا بان اشنو كيروج حميد المهداوي الاخوان، واللي كيروج دابا لحد الان في عبر مواقع التواصل بان بخصوص، لان من بعد ما خرج واكد واحد المعلومات، وهذه المعلومات هذو اللي اكدهم الاصدقاء، وكيقول فهو متابع بالقانون الجنائي. حميد المهداوي فالله يدير له شي تاويل الخير، واكيد الخوت حنا حتى شي واحد ما غادي نبغيو له السجن، وحتى شي واحد لان ما غادي نبغيو له يمشي للحبس، وحتى شي واحد لان ما غنبغيو له شي حاجه اللي خايبه اللي غادي تضرو كما بغى يكون. يعني يا حميد المهداوي يا مغير حميد المهداوي، حنا فقط نناقش ونحلل، وكنقولوها دائما، راه ما عمرنا اصدقائي غادي نبغيو لشي واحد يعني شي حاجه اللي غادي تضرو. بالنسبه لحميد المهداوي الاخوان اللي خرج وكيأكد بان بخصوص التصريحات ديالو، واللي كيأكد فيهم واللي كيقول بان اصدقائي ما وقع بخصوص قضيه حميد المهداوي. اليوم يعني من بعد ما شفنا واحد التصريحات ديالو كيأكد فيهم، تيقول بان هو فغادي تكون واحد الجلسه قريبا. هذه القضيه لان خصكم تعرفوا بزاف ديال الناس كيقول بان ربما كاين الاعتقال ديال حميد المهداوي دابا النساء الاخوان، لان كاين شي اخبار كتروج. انا كنقول لكم بان حميد المهداوي لحد الان ما كايناش شي حاجه سميتها الاعتقال، لان لحد الان الاصدقاء ما كايناش شي حاجه سميتها الاعتقال بخصوص ما يروج في قضيه سي حميد المهداوي، لان كتروج شي اخبار الخوت، وهذه الاخبار هذه اللي كتروج بكثره، وكاينين بزاف الناس اللي كيقول بان ربما حميد المهداوي تعتقل. فانا كنقول لكم بان الاخوان مازال لحد الان مازال ما كاين لا اعتقال لا والو. غادي يكون جلسات، وهذه الجلسات هذو اللي غادي تكون مع السي حميد المهداوي، فقريبا ربما تسعود غادي تكون عنده الجلسه الاولى، وربما حميد المهداوي يقدر يتابع في حاله سراح، يقدر يتم يعني الوضع ديالو تحت الحراسه النظريه. فهذا الشيء كامل اللي غادي يقدر يوقع مع حميد المهداوي من بعد ما غادي يدوز في الجلسه الاولى. بالنسبه لان دابا لحد الان الاخوان اللي كيقول لك بان بزاف الناس باغيين يعرفوا اشنو وقع بخصوص المتتبعين لا ديالو ولا ديال يعني اللي كيتبعوا هذه القضيه. كتعرفوا بان حميد المهداوي الاخوان فهو كيفاش وقع، علاش دابا متابع. فواحد الشكايه كانت وضعت به، كيقول بان من طرف وزير العدل، فهذا الشيء اللي كان قال هو والتصريحات اللي كان خرج بهم، كيقول بان كانت توضعات به واحد الشكايه، وهذه الشكايه اللي كانت توضعات به قديمه بخصوص، لان كانت توضعات به هو ربما ومجموعه ديال الاشخاص اللي كانت توضعات بهم واحد الشكايه، واللي منهم حتى رضا الطوجني. فاليوم جاء الدور ديال حميد المهداوي من بعد ما كانت مده اللي هي طويله، وهذه المده اللي هي طويله تقريبا ديال 7 اشهر ولا 8، ربما النيابه العامه قررت لان تتابع حميد المهداوي، وهذا هو اللي كاين. لان ربما النيابه العامه حركات هذه الشكايه اللي ضد حميد المهداوي لان باش تتابعوا، وهذا الشيء كيبقى طبقا للقانون. القانون المغربي هو اللي كيعرف. غير حميد المهداوي كيهضر على حاجه واحده، تيقول علاش انا متابع، علاش انا كنتابع، وهذا هو المشكل. تيقول بان انا علاش كنتابع يعني بخصوص القانون الجنائي، لانه هو صحفي وعنده الحق في المعلومه ينشرها، عنده الحق بزاف د الحوايج ينشرهم، ولكن تيقول بان انا علاش متابع بالحق بالقانون الجنائي. فهذا الشيء كيبقى طبقا للقانون. من بعد ما النيابه العامه ربما حركات يعني شكايه ضده وغادي تتابعوا بان بالقانون الجنائي، فهنا كيتبين بان اصدقائي هذا الشيء كيبقى طبقا للقانون، والقانون المغربي فبطبيعه الحال هو اللي كيعرف اشنو كيدير. غير فقط الاخوان لان حميد المهداوي راه ما كاينش شي حاجه سميتها الاعتقال لحد الان، وانا كنتكلم معكم ما كاينش شي حاجه اللي سميتها الاعتقال، باش الناس والاخوان والاخوات يكونوا عارفين. راه مازال لحد الان ما كاينش شي حاجه سميتها الاعتقال. من بعد ما غادي يتقدم حميد المهداوي للمحاكمه، لان غادي تكون عنده قريبا، غادي نشوفوا اشنو غادي يقدر يوقع.
مع حميد المهداوي. واش ربما غادي يتابع في حاله صلاح؟ واش ربما لان هذا الشخص هذا غادي يقدر توضع فيه في حقه واحد يعني ربما او تقدر توضع من تحت الحراسه النظريه او يتابع في حالات صلاح، لان هذا الشيء ما يمكنناش نعرفوه، لان حميد المهداوي تا هو راه عارف اشنو كيدير. واحد الانسان راه ماشي شي واحد اللي هو عادي، راه هو صحافي وعارف اشنو كيدير مزيان، فزائد راه ضروري غيكون عنده محاماه وغيكون عنده محامي اللي واقف معاه وغادي يدافع عليه. وحميد المهداوي راه كيعرف القانون مزيان، ماشي شي واحد لان ما عارفش القانون او اشياء من هذا القبيل. راه حميد المهداوي واحد الانسان اللي بالفعل اخوتي المغاربه عارف القانون مزيان. وحنا كنقولوا من هذا المنبر هذا راه دائما وابدا راه ما عمرنا كنبغيو الحبس لشي واحد، حنا فقط لان اللي تكلمنا على حميد المهداوي او قلنا على حميد المهداوي بحال هكا راه ضروري كنقولوا بان جانب انساني راه ما يمكنناش نبغيو يعني حتى شي واحد وحتى شي واحد ما غادي نبغيو فيه حتى شي واحد ما غادي نبغيو له شي حاجه اللي غادي تضروا من طبيعه الحال. فنحن كنقولوها دائما وابدا ما عمرنا غادي نبغيو لشي واحد السجن كما بغى يكون. اذا حميد المهداوي الاخوان والاخوات فهو راه قاد براسو بالفعل من طبيعه الحال. فقريبا غادي تكون واحد الجلسه اللي عند حميد المهداوي، فقريبا لان ربما في هذا الاسبوع هذا اللي داخل غادي تكون عنده واحد يعني غادي تكون عنده واحد الجلسه. وهذه الجلسه هذا الاخوان لان من طبيعه الحال غادي نشوفوا اشنو غادي يعرف او اشنو غادي يوقع يعني عفوا اشنو غادي يقدر يوقع بخصوص مع حميد المهداوي. واش ربما غادي يتابع في حاله صلاح والمحاكمه ام ربما غادي يتابع هو في حاله اعتقال؟ فهذا الشيء الاخوان دائما كنقول لكم بان ما يمكن حتى شي واحد غادي يعرف، وهذا الشيء كيبقى طبقا للقانون. والنيابه العامه هي اللي اكيد عندها الكل حق لان تتابع اي واحد في اطار لان اليوم كنشوفوا بان بزاف ديال الناس كيتكلموا كيقولوا بان ربما الاعتقال ديال حميد المهداوي فلحد الان راه ما كاينش شي حاجه سميتها الاعتقال اخوتي المغاربه، غير باش تكونوا عارفين وتكونوا عارفين بان اشنو وقع وشنو كيروج في قضيه سي حميد المهداوي. فتحياتي للجميع وحنا فقط لان كنقولها من هذا المنبر الله يدير لي شي تاويل الخير. بالنسبه لان الناس كتقول حسابات بحسابات في هذا الشيء ربما عاد الاخوان شكايات وضعت به فغادي نشوفوا اشنو غادي يقدر يوقع معاه. وحميد المهداوي راه قاد ماشي غنقولوا بان شي شخص اللي ما قادش ولا ربما اشياء من هذا القبيل، فهاد السيد هذا راه قاد براسو وقاد وعارف مزيان اشنو كيدير والله يدير شي تاويل الخير اخوتي. وانا كنقولها من هذا المنبر هذا الله يدير شي تاويل الخير. وحنا حتى شي واحد انا كنقولها حتى شي واحد ما يمكننا غادي نقولوا عليه وحتى شي واحد الاخوان ما يمكننا غادي نقولوا عليه بان اخوتي المغاربه نبغيو له الحبس او نبغيو له شي حاجه اللي هي غتضرو، لان هذا السيد هذا عنده وليدات عنده الله يدير ليه شي تاويل الخير. انا كنقولها من هذا المنبر الله يدير ليه شي تاويل الخير ونتمنوا ان شاء الله بحول الله نشوفوا حميد المهداوي ان شاء الله بحول الله حر طليق، لان ما نبغيو له حتى شي واحد وحتى شي واحد ما غنبغيو له السجن. هذا الشيء اللي كاين اخوتي وتحياتي لكم حفظكم الله ورعاكم. شكرا لكل متتبعين اوفياء داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مع